ويا صلاة النبي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. قاعدين بقى على الارض كده، خلي ايه البساط احمدي. نزلت السوق وجبت شويه مشتريات. على فكره الحاجات ديت انا كنت شاريها امبارح مش النهارده، بس انا كان في نيتي ان انا اصور لكم الحاجات دي. خلاص. بس للاسف معرفتش انزل لكم الفيديو اول ما جبته على طول، فهنزله لكم دلوقتي. بصوا الاسعار، في حاجات غاليه وفي حاجات سعرها هذا شويه. عايزه اقول لكم ان البطاطا دي ب 8 جنيه، جبت منها مثلا في حدود مع بصراحه زي ما طلعوا، يعني جبت شويه للشوي وشويه زي كده للسلق، منها مره كده على مره كده، يعني زي تغيير. خلاص، فجبت البطاطا دي ب 8. جبت برضو البطاطس دي الاتنين ب25، سعرها مش عايز ينزل خالص خالص خالص، بس هي بطاطس شيبسي انا واثقه منها جدا. ماشي. جبت برضو هنا ليمون. الليمون بدأ يغلى بقى ب10 جنيه، فلا هاتوا ليمون يا بنات وعينوه في الفريزر. هاتوا ليمون، كل ما تلاقوا الليمون سعره هادي هاتوا ليمون. انا جايبه الليمون ده كيلو ونص ب10. بعد كده انا كنت جايباه معاكم من فتره كان ب5 جنيه، دلوقتي بقى ب10. لا فهاتي الليمون مثلا وفرزيه. كل ما تلاقي الليمون سعره هادي هاتيه وحطيه في الفريزر عندك. دخلنا على رمضان، حبينا هنحتاج عصير، نحتاج مثلا سمك، نحتاج بامية، نحتاج شوربة، اي حاجة هنحتاج الليمون فيها. في دقاتك بقى الليمون اساسي. فهات الليمون كل ما يكون سعره رخيص معاك هاتي وحطي في الفريزر. كفايه الطماطم دلوقتي غاليه مش قادرين عليها. لو كانت كل ما الطماطم تكون رخيصه وفي مقدرتنا نشتري هنجيب ونعين في الفريزر، انما دلوقتي لا. لو كنا عنا وشلنا في الفريزر كنا هنحتاجها براحتنا. دلوقتي الليمون هيبدا يغلى، الليمون بيغلى في الشتاء. فهاتولكم كميه اللي جيبوها، هاتوا فيه ب5 جنيه، اصغر من كده شويه. هاتي اللي انت عايزاه. على فكره هي القشره بس، انما هو اصلا حلو مفيهوش حاجه. هاتي الليمون وحطيه عندك في الفريزر، هينفعك كتير جدا جدا. تمام. جبت برضو ده هو المفروض ان هو كان كيلو خيار بس الحمد لله على كل حال. الخيار كان ب20 جنيه، سعر يعني شوية، يعني كان من فترة كان ب25، فسعره يعني يعتبر نوعا ما. جبت برضو كيلو، بس هو الحمد لله اتخسف به الأرض. يلا الحمد لله على كل حال. جبت برضو هنا البتنجان ده فيه ب5 او فيه الكيلو ونص. خلاص. تقدروا تجيب البتنجان براحتك، حلو جدا. هاتوا كمية عندكم وحطوها في التلاجة، تقدروا تقلوا منها، تقدروا تعملوا مسقعة، تقدروا تعملوا مع البامية مع ملوخية، في فطار في عشاء، حلو جدا طالما سعره مناسب وحلو. يعني الكيلو ب5 جنيه حلو مفهوش اي حاجة. هنا الكوسة كان شكلها غير عاطفي نوعا ما، بس كانت ب15 جنيه. حلوة يعني، هي ملها ممكن مش هتقعد معايا كتير في التلاجة، بس انا هعملها بكرة. هي اخرها بكرة، يعني بدل ما الكوسة ب40 جنيه وب30 جنيه مش مشكلة، هتقعد معايا يوم واحد بس وهحطها. بصراحة يعني الحاجة غالية. برضو الفلفل ده كان اللهم صل على النبي كان ب15 جنيه، جبت نص كيلو بس هنا كان الراجل مش معايا، مثلا كان معايا بس 6 جنيه ونص ومش كان معاه فكه، فقال لي هاتيهم. فبصراحه استخسرت لما جبت الكوسه اقول له هات كيس تاني، قلت له لا مش عايزه كيس، انا احطهم في قلب بعض. نخلي في قلبنا رحمه شويه بنات ماشي. الكيس مش محتاجينه هنرميه، فلا الراجل يستنفع بيه هو اولى. خلاص، فحطيت الاتنين في بعض وخلاص. جبت برضو الفلفل الالوان ده. الفلفل الالوان هستعمل اللي هستعمله، واللي هحس مثلا ان هو خلاص مش عايزه استعمله او هيبدا يبوظ مني هعينه وهقطعه، هعينه لرمضان او لاي حاجه، بس هحاول على قد ما اقدر الحاجات دي هعينها لرمضان. جبت الكيلو ونص من الفلفل الالوان ده ب50 جنيه، حلو جدا، فيتامين سي يعني تحفه في السلطات. فانا هجيب الكيلو ونص ده، هاخد اللي هاخده والباقي هشيله وعين في الفريزر. بصوا برضو هنا انا جبت دي ايه. جبت 2 كيس ملح. الكيس الواحد ب5 جنيه. انا هاخد ده بس لشقتي، وده هعينه زي ما هو كده في الكيس بتاعه لرمضان. رمضان داخل علينا وانا عايزه اجيب عندي الحاجه بكتير. 5 جنيه مش حاجه بسيطه جدا جدا. في الكيسين ب5 جنيه، لو انت مش مقدرتك تجيبي ال10 جنيه خلاص هاتي كيسين ب5 جنيه، بس هو الحجم الصغير شويه. هاخد كيس وهعين الكيس التاني. الملح في السوق بيبقى سعره هادي شويه او سعره رخيص شويه، فهاتي الملح من السوق. هاخد الكيس ده والتاني ده انا هعينه رمضان. خلاص، سعره مناسب وسعره حلو جدا. جبت نص كيلو جلاش ونص كيلو كنافه. بكام؟ ب25 جنيه، لان الجلاش مش نص كيلو كامل، لا هما الاتنين مثلا ب25 يبقى ب900 جرام. غير كده بيبقوا كيلو كامل لما بيكونوا ب30 جنيه.
قلت مش مشكله، مش محتاجه الكيلو كامل، هاتي يا عم ب25 وخلاص. انا حطيت الحاجه في الفريزر لان كان تاني يوم انا مصوره لكم الفيديو خلاص. بصراحه يوم ما اكون انا مش هجيب فاكهه بروح جايبه جلاش والكنافه دي احطهم عندي في الفريزر. والله حبيت اعمل حلويات، حبيت اعمل حاجه حادقه، يبقى الحاجه عندي موجوده. انا مش محتاجه اجيب فاكهه دلوقتي، فخلاص هستغنى عن الفاكهه وهجيب حاجه تانية بدلها. طب انا عايزه اجيب فاكهه، خلاص هركن الكنافه والجلاش وهجيب الفاكهه خلاص. جبت برضو السمك ده كان ب80 جنيه، جبت الكيلو وربع، في اصغر منه شويه طبعا انا نضفته. فاعذروني بقى، تقدر تجيب الحجم الاكبر والحجم الاصغر. انا جبت الكيلو ربع، بحاول اقول له على قد ما اقدر انا عايزه الكيلو ربع يكون 4 سمكات، كل واحد ليه سمكه وخلاص. ودي كانت طبة ميزان. شوفي بقى انت في مقدرتك تقدري تجيبي الكيلو بس، هاتي كيلو بس، وفري 20 جنيه هاتي بيها حاجه تانية. مش في مقدرتك او انت في مقدرتك تجيبي، خلاص هاتي الكيلو ربع. شوفي انت برضو وعيشتك او انت وعدد افراد اسرتك ايه. جبت برضو حاجة كمان مهمة جدا جدا لرمضان، يبقى انا هعين دي رمضان، الكيس الملح ده رمضان، وهعين معاكم طقم الكوبايات ده رمضان. الطقم ده حلو جدا يا بنات. دلوقتي اي طقم اللي هو الفناجين ب50 جنيه او ب60 جنيه. انا جبت طقم الكوبايات ده، هو ممكن يكون الازاز بتاعه مش من النوع النظيف، مش مهم، الكوبايات بتتكسر. انا عندي الكوبايات بتتكسر بسرعه، ممكن تفلت من ايد طفل، من ايد اي حاجه، تقع من ايدك انت غصب عنك، فمش لها لازمه. انا جبت طقم الكوبايات ده ب30 جنيه. لو كنت مثلا اتكلمت معاها في 2 جنيه او 3 جنيه كانت هتسيب لي ال 2 جنيه او 3 جنيه عادي. فانا بصراحه يعني 30 جنيه من 60 جنيه او 50 جنيه لا، ملهاش لازمه ان انا اجيب فنجان. انا كده كده عندي الفناجين. فلا انا جايبه ديت مثلا زياده علشان كتر مثلا تكسير ولا حاجه، الاقي عندي استبن عدد جالي ناس جات لي، مش هحط مثلا كوبايه بايد وكوبايه من غير ايد، كوبايه كبيره وكوبايه صغيره، لا يبقى كله شكل واحد. فانا جايبه دي ب 30 جنيه. 30 جنيه حاجه بسيطه جدا، بدل ما اروح اجيب الطقم ب 50 جنيه. ده بيتكسر وده بيتكسر، ده ازاز وده ازاز، يبقى ملهاش لازمه خلاص. فانا جبت الطقم ده. هو ايه ده مكسور دي ولا ايه؟ لا بحسبها مكسوره. فانا جبت الطقم ده ب 30 جنيه. ده انا هشيله لرمضان مع كيس الملح بالشكل ده كده. وبرضو البولة التحفة دي عجباني، اللهم بارك، جميلة جدا جدا. عجباني برضو. فانا هشيلها رمضان وهحاول اجمع طقم منها، من الطقم البولات دي يكون مثلا 5 بولات 6، هحاول اجيب منها طقم لانها عجباني وشكلها حديث. انا عندي اللي هو الطباق العادية التقليدية، فلا انا اجيب حاجة جديدة كل شهر او كل اسبوع، هجيب لي حاجة بسيطة خلاص. فعين برضو دي لرمضان، هحاول مش هستعملهم خالص. بالنسبة للكيس ده بصوا، ده الفلفل اللي فايض مني من الاسبوع اللي فات. الفلفل اللي فايض مني ده هشوفه مثلا لو كويس تمام هستعمله، لو هو قرب مثلا يطلع على المعاش وقرب يبوظ خلاص انا همسكه وهغسله كويس جدا وهقطعه وهعينه لرمضان. ده لازم يتعان لرمضان. انا جبت جديد خلاص، هشيل القديم ده وهعينه لرمضان خلاص. فاللي حبه الفلفل الصغيرين دول هعينهم لرمضان. عندي برضو شويه الليمون دي شويه ادموا شويه من الاسبوع اللي فات، فانا برضو هعينهم لرمضان خلاص. وقرب برضو لا لسه دي مقشور عادي. فانا هشيل الليمون ده وهعينه رمضان. والله الليمون ده هستعمل اللي هستعمله. لو لقيت الليمون برضو سعره كيلو ونص ب10 هجيب وهشيل ده وهعينه في الفريزر. لا بدأ يغلى مش انت تشتري ليمون تاني، انا كده كده عندي في الفريزر. فالحبه دول هيكفوني شويه. نزلت السوق تاني هجيب ليمون تاني، حتى لو انا عندي في التلاجة ولو عندي في الفريزر هجيب ليمون تاني عشان الحاجه بتغلى. كيلو الليمون بيوصل ل40 جنيه، يبقى ليه انا هجيب الليمون وهعينه في الفريزر، وقت ما احتاج هطلع خلاص. هي دي مشتريات الاسبوع يا بنات. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. بس ليا طلب منكم دلوقتي، الملوخيه الكيلو ونص ب10، مش عايزاك تنزلي تجيبي كميه ملوخيه ب20 جنيه او 30 جنيه، لا هاتي الكيلو ونص واحد بس بال10 جنيه واضربيه وحطيه عندك في الفريزر، هينفعك حلو جدا جدا. اتخن عيله واكبر عيله بتستعمل هو الكيلو بتستعمل الكيلو ملوخيه بس. هتستعملي كيلو ملوخيه وهاخد النص التاني هعينه في الفريزر على قد يوم واحد، حتى مش لازم على يومين، على قد وجبه، على قد طاقه هعمله. ده انا لو مش عندي فطار هطلع كيس الملوخيه ده مع شويه الشوربه وهمشي يومي، بدل ما انزل اشتري طعميه واشتري فول واشتري مش عارف، لا هو مشي الدنيا. مثلا الملوخيه سعرها هادي خلاص، هجيب مثلا الملوخيه هجيب ب10 جنيه ب20 جنيه زي ما يتوفر معاكي، وهحطها عندي في التلاجة. والله انا مش قادره انزل النهارده السوق او مش قادره اشتري حاجه او في امكانيتي، او انا حتى لو معايا اليوم بتاع ال100 جنيه لا انا عايزه اوفره كله واشيله، اعينه رمضان، اعينه الوقت زنقه، اعينه في اي حاجه. هاخد ال100 جنيه واحطها في الحصاله بتاعتي مع كيس شوربه
كيس ملوخيه لازم نفرز الشوربه. اي سلقتي اي حاجه خد الشوربه بتاعتها وحطها في الفريزر. هطلع كيس الشوربه بتاعي مع حبه الملوخيه وهمشي يومي. يبقى انا كده وفرت الغدا بتاعي ووفرت اليوم بتاعي. والله انت لو عملت الملوخيه وفطرت واتغديتي بيها حلو جدا جدا، حتى لو تعشيتي بيها عسل مع شويه بيض مع شويه بطاطس ومشيتي الدنيا. آه لو في حاجه رخيصه استعملوها بدل ما نشتري الحاجه الغاليه ونرجع نقول مش معانا. بس كده، الحاجه الغاليه بلاش منها. انا ما جبتش طماطم لان انا كنت شاريه طماطم، الطماطم كانت في السوق ب 15 جنيه وفي ب 20 جنيه. فانت شوفي امكانياتك ايه وامشي على قد امكانياتك. انا مش قادره اجيب فلفل الوان، خلاص ما بلاش فلفل الوان، ملهاش لازمه. جبت الكوسه، انا اكلنا فتره مثلا باميه، فانا ما اكلتش كوسه من زمان او انا عايزه اجدد عشان خاطر الاولاد، خلاص هجيب لهم كوسه. خلاص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. استنى طبعا رايكم في الكومنتات، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو يا بنات، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير. مع الف سلامه.